السلام عليكم وكل سنة وانتم طيبين. كالعادة جاية لكم متأخرة، بس الحمد لله اني لحقت اعمل لكم النهاردة كحك العيد بطريقة سهلة خالص، وهجاوبكم على كل الأسئلة. لو الكحك حصل فيه مشكلة وانتي بتعمليه هقولك ازاي كمان تحليها. شايفين الكحك طالع دايب ازاي والملبن طري من جوه الكحكاية. اتمنى النهارده الفيديو يعجبكم، بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. هنعمل النهارده كحك كذا نوع، هنعمل بالملبن وبالعجوه، وهنعمل كمان الكحك الساده، وهقول لكم على كل التكات اللي تطلعوا منكم مظبوط. اول حاجه، لو انت هتعملي كحك كميه قليله ما تستخسريش في الدقيق. هاتي الدقيق للكحك والبسكوتات، والفرق بتاعه ما بيبقاش كتير، بس انت بتحطي خامات غاليه، فهاتي حاجه نظيفه. تاني حاجه هستخدم البيكنج باودر. كمان معايا معلقتين من النشا، ومعايا معلقة من ريحة الكحك. المقادير اللي بقولها لكم دي مقادير لكيلو الكحك، ومعلقة ممسوحة من الخميرة. هكتب لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. دول 4 معالق من السكر البودر، و4 معالق من السمسم. السمسم حسب الرغبة، عايزة تزودي او تقللي براحتك. كمان معايا ملح، هاخد بس منه رشة ملح كده. ودي سمنة بلدي انا مسيحاها، سمنة بلدي وجاموسي، بقري وجاموسي. هعمل منهم خليط كده وهحطه عليها. دول نص كوباية من المية وربع كوباية من اللبن، قايساهم بالاكواب المعيارية اللي انتوا شايفينها دي. في ناس بتحط كوباية بس، جربوا حطوا كوباية الا ربع وصدقوني هيطلع معاكم مظبوط جدا. اول حاجة انا خلطت الدقيق كويس جدا عشان لو في اي حاجة تطلع في المنخل. هحط النشا، وهحط السمسم، وهحط معلقة من السكر البودرة، وكمان هحط رشة ملح، وحطيت معلقة من ريحة الكحك، ومعلقة الا ربع، شايفين معلقة كبيرة، معلقة الا ربع ممسوحة من البيكنج باودر، علشان الكحكاية تطلع مش مكتومة كده وهشة. وفي نفس الوقت لو زودت عن كده الرسمة والنقشة اللي انا عاملاها ما تروحش. هنا انا عملت خليط من السمنة الجاموسي والسمنة البقري. الناس بعملوها زي ما انتوا حابينها، زي ما بتحبوا الريحة بتاعت الكحكاية او بتحبوا طعمية اكتر. حطيت 550 جرام من السمنة البلدي. لو انتي اول مرة تعملي الكحك انصحك تعملي 500 جرام بس، نص كيلو بس من السمنة البلدي. كنت دوبت بقى، دفيت اللبن والميه شويه وحطيت فيهم معلقه سكر ومعلقه ممسوحه من الخميره. وبعد كده جيت هنا في العجان حطيت السمنه وعليها باقي السكر كله، وسبتهم يضربوا مع بعض لحد لما لون السمنه افتح شويه وبقت فومي كده. بدات ازود الخليط بتاع الدقيق اللي انا عملته شويه بشويه، يعني قسمته على نصين وبدات ازوده. اهم مرحله بقى هي مرحلة بس العجين بالسمنة دي، بس دي بالسمنة. لازم في المرحلة دي تعجنوا كتير جدا او تبستوا، مش عجن، بيبقى بس زي ما انا وريكم كده. بتاخدوا لو مفيش عجان بتاخدوا العجينة بين ايديكم وتفركوها كده لحد لما العجين بيتبس بالسمنة كويس لمدة ربع ساعة على قد ما تقدروا. ما تحاولوش تقللوا المدة عن كده علشان يطلع معاكم الكحكة دايبة وحلو مظبوطة والعجينة مظبوطة ما تشققش. بعد كده زودت نص كمية الخميرة باللبن بالسكر، وزودتها على مرتين. وبعد كده بقى هبدأ ألم العجينة كده بالكف بتاع العجان. المرحلة دي أنا مش بعجن، مش بتبقى عجن يعني، أنا بس بلم العجينة. أهم حاجة إن أنا بسيت كويس الأول السمن، خليط السمنة بالسكر مع خليط الدقيق قبل ما أحط المية واللبن. هنا بعد ما العجينة اتلمت كده هبدأ اختبرها الأول. هاخدها أكورها كورة، لو شققت مني كده العجينة بتبقى لسه محتاجة ان انا الم فيها تاني. هكورها تاني، هعجنها شويه وبعد كده اكورها. اول ما الاقيها مش مطلعه شقوق كده خلاص العجينه بتاعتي تمام. هركنها على جنب بقى واحضر الملبن. ده ملبن للحلويات، وحط عليه معلقه سمنه صغيره وسمسم، وكمان حطيت عليه معلقه من اللبن، وعجنتهم كده بايدي مع بعض من غير مايكرويف. يا جماعه ما تدخلوش الميكرويف عشان ما ينشفش منكم وقت التسويه. وحطيت عليه كمان شويه من المكسرات المجروشه، ونفس الحكايه عملتها في العجوه.
عجوة ومعلقة صغيرة من السمنة وسمسم ومكسرات، وكورتهم كده كور صغيرة. هنا بقى انا خلصت الخليط بتاع العجوة والملبن. هبدأ ان انا على طول اشتغل في الكحكاية، مش هستنى عليها تخمر ولا اي حاجة، على طول انا اشتغلت. هحشيها كده، وبعد كده هعملها بالبصامة على طول. الناس اللي بتحب تنقش الكحك طبعا دي حاجة اختيارية ليكو، لكن انا الحقيقة بدأت في الكحك ده قبل المغرب، كان بربع ساعة، فكنت عايزة اخلص بسرعة علشان الحق الفطار وكده، فعملت كله بالبصامة. دي برضو حاجة زي ما قلت لكم ترجع لكم. بفرد العجينة كده وبحط فيها الملبن او العجوة، وبعدين بحطها على الصاج. الافضل ان انتوا تحطوها على الصاج، ما تعملوش على ايديكم، يعني حطوا الكورة على الصاج وبعد كده تضغطوا عليها كده زي ما انا وريتكم لحد لما بخلص الكمية كلها. الكحك اللي بيتعمل بالملبن بيدخل الفرن على نار عالية، درجة حرارة 200، علشان الملبن والعجوه من جوه ما يفوروش ويفرقعولك الكحكيه. ده الكحك الساده، انا عملته كور وعلى طول ضغطت عليه بالبسطامه، وبيدخل الفرن على درجه حراره 180، ما بياخد حوالي تقريبا نص ساعه. شايفين هنا الكحكايه اللي في الملبن عشان دخلتها على نار عاليه استوت على طول من غير ما الكحكه تفرقع ولا الملبن يفور من جوه الكحكايه ويخليها تتفتح مني، وما نشفش خالص، الملبن طري اهو. وشايفين قد ايه الكحك دايب، ده علشان انا حطيت السمنه 550 جرام. لو انتي اول مره تعملي زي ما قلتلك اوعي تحطي 550 جرام، حطي 500 جرام بس من السمنه، نص كيلو، علشان يطلع مظبوط معاكي وهيطلع برضو دايب وجميل، ما تقلقيش خالص هيطلع حلو جدا. فخليهم 500 جرام بس من السمنه لو انتي اول مره تعملي الكحك في البيت. ده الكحك اللي هو بقى الساده، شايفين طالع التسويه بتاعته ممتازه ازاي. ده ارضيه الكحكايه ودي شكلها من فوق طالع مظبوط جدا، الرسمه ما راحتش منه ولا اي حاجه. طيب لو وانتي بتعجني كنتي لقيتي العجينه مفروله ومش راضيه تلم معاكي، زودي فيها، زودي ان انتي تلمي فيها تاني او تخدميها كويس زي ما بيقولوا كده بين راحة ايديكي، لحد لما تلاقي العجينة اما تكوريها ما بتطلعش شوق خالص، هتظبط معاكي ان شاء الله. شايفين بقى الكحك الدايب ما تكلفش كتير، يعني زي ما هتشتريه من بره لو هو معمول بسمنه بلدي خالص كده هيبقى معدي 300 جنيه. انا هنا حطيت عليه سكر بودره، افضل السكر بيتحط وقت التقديم. شايفين طالع مظبوط وحلو ازاي، لو مشيتي على الخطوات والتكات دي بالظبط هيطلع معاكي مظبوط جدا وهتبقي وفرتي كتير قوي، لان اسعار الكحك السنه دي اسعار خياليه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.